في كل بيت من بيوتنا في تنين نايم. لا دي مش أسطورة، دي حقيقة مستخبية ورا كنبة أو تحت سرير بنستخدمها كل يوم، زي شواحن الموبايلات ومشتركات الكهرباء. لكن الأدوات دي اللي شكلها بريء قوي ممكن تكون هي أخطر حاجة في البيت كله، وهي على وشك إنها تصحى. طيب، لو بصينا حوالينا دلوقتي في المكان اللي احنا فيه، يا ترى ايه أخطر حاجة موجودة؟ التلفزيون؟ البوتاجاز؟ الحقيقة ممكن تكون مفاجأة ومقلقة أكتر بكتير. أخطر شيء ممكن يكون هو الحاجة الصامتة اللي بنثق فيها ثقة عمياء عشان نشغل بيها كل أجهزتنا. الجملة دي بتلخص المأساة كلها. بنتعامل مع المشترك كأنه ملوش آخر، بنحمل عليه كل حاجة من غير تفكير، وناسين تماماً إن التنين ده له طاقة، ولو زودنا عليه هيصحى وينفس ناره. دي للأسف علاقتنا الخطيرة والمهملة بمصادر الكهرباء في بيوتنا. التشبيه ده مش مجرد كلام مرعب وخلاص، لا، المشكلة الحقيقية إننا بإيدينا بنشتري أدوات كهربائية رخيصة بتتحول مع الوقت وبصمت تام لفتيل اشتعال، مجرد فتيل مستني اللحظة الصح عشان يولع. ولو حاسين إن الكلام فيه مبالغة، خلونا نفتكر الحادثة المفجعة اللي حصلت في القليوبية. عيلة كاملة 6 أفراد راحوا هم نايمين، والسبب مش جهاز كبير ولا حاجة معقدة، لا، مجرد شاحن موبايل واحد كان السبب في الحريق. ده بيورينا إزاي حاجة صغيرة وبسيطة ممكن تؤدي لكارثة لا يمكن تخيلها. طيب، إيه اللي بيحصل بالظبط؟ في المشتركات الرخيصة سلك النحاس اللي جوه بيبقى أرفع من شعرة الراس حرفياً، فلما نحمل عليها أجهزة تقيلة السلك ده بيسخن لدرجة الغليان. الكارثة إن البلاستيك اللي بره بيبدأ يسيح في صمت وإحنا مش حاسين بحاجة، لأن المشترك ده غالباً مرمي ورا كنبة أو تحت سرير. هو ده اللي بيحوله لقنبلة موقوتة مستنية تنفجر. وهنا بقى الفرق بيبان بوضوح شديد. الشاحن الأصلي جواه دوائر حماية بتمنع الحرارة الزايدة، أما الشاحن المضروب ده عبارة عن علبة بلاستيك فاضية تقريباً ما فيهاش أي نوع من أنواع الأمان دي، وده بيخليه عرضة للاشتعال بمنتهى السهولة. الفرق البسيط في السعر لا يقارن أبداً بحجم المخاطرة على حياتنا وممتلكاتنا. طيب، لو فضلنا مكملين في سياسة أحشر فيشة كمان دي، إيه اللي ممكن يحصل؟ العواقب مرعبة بجد. الموضوع مش مجرد عطل صغير، دي سلسلة من الكوارث المتصاعدة اللي ممكن تخرج عن السيطرة تماماً. الكارثة دي بتحصل على 3 مراحل، كل مرحلة أبشع من اللي قبلها. أول حاجة زيادة التيار أو اللي بنسميها القفلة، دي ممكن في لحظة واحدة تدمر كل أجهزتكم الإلكترونية الغالية. تالياً الحريق الكهربائي، وده من أخطر أنواع الحرايق لأنه ما ينفعش يطفي بالمية. وأخيراً مرحلة الانصهار، ودي المرحلة اللي البلاستيك فيها بيسيح ويمسك في السجاد أو الأثاث، وساعتها السيطرة على الحريق بتبقى شبه مستحيلة. بس الخطر على فكرة مش بس حريقة، لا، وجود الأجهزة دي جنبنا وإحنا نايمين ممكن يلخبط دورات النوم الطبيعية عندنا، ويزود مستويات التوتر بسبب الإشعارات والمجالات الكهرومغناطيسية. ببساطة هي بتضر صحتنا الجسدية والنفسية على المدى الطويل من غير ما نحس. حسناً، بعد كل الكلام المقلق ده، إيه الحل؟ الخبر الكويس إن الحلول موجودة وبسيطة وواضحة كمان. نقدر نروض التنين ده بشوية وعي والتزام بكام قاعدة أساسية. الحل كله بيتلخص في قاعدة بسيطة جداً، قاعدة الوزن النسبي. يعني الأجهزة التقيلة زي الدفاية والمايكروويف لازم تتوصل مباشرة بفيشة الحيطة، ممنوع تماماً نستخدم لها مشترك. أما الأجهزة الخفيفة ممكن نوصلها بمشترك بس يكون جودته عالية. وتاني، لازم نفتكر دايماً بلاش نشحن الموبايلات على السرير، ونتأكد إن المشترك في مكان فيه تهوية كويسة وما يكونش مكتوم. ولما نيجي نشتري مشترك كهرباء، في كلمة واحدة لازم ندور عليها: فيوز. ده هو صمام الأمان اللي بيفصل الكهرباء لوحده لو الحمل زاد. صحيح ممكن ندفع مبلغ زيادة عشان مشترك فيه فيوز، بس ده استثمار في أمان البيت كله، وأكيد أحسن من إننا ندفع تمن عفش جديد بعد فوات الأوان. التكنولوجيا الحديثة كمان بتساعد. الموبايلات الذكية دلوقتي فيها أنظمة ذكية زي ميزة عند أبل بتتعلم عادات الشحن بتاعتنا وبتأخر اكتمال الشحن لقبل ما نصحى على طول، وده بيحافظ على عمر البطارية وبيقلل جدا من سخونة الجهاز. في النهاية الحكاية كلها بتتلخص في فكرة واحدة: بلاش نضحي بسلامة أسرتنا عشان راحة فيشة زيادة. لازم نفتكر دايماً إن البيت أمانة، وسقف البيت ده أغلى بكتير من تمن أي مشترك كهرباء.